ورشيد هذا يتقيأ بهذه القذارات مفتريا على آل محمد، معتمدا على قذارات الخوئي فيما يفتي به. والبقية على هذا المنوال. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي. يعني شنو؟ يعني بهتان. بهتان نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوئي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف. الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف. الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. هذا يا مجتمع، هذا المنطق في برامج سابقة كنت أصفه بمنطق العهر الديني، لكنني أريد أن أصفه بتعابيرنا الشعبية العراقية حتى تتضح الصورة. هذا منطق الإجحاف. هذا المنطق هو منطق الإجحاف.